السلام عليكم. جوجل بقالها كذا سنه ما بتعملش تحديثات ضخمه في الاندرويد، يمكن من ساعه ما استخدمت الماتيريال يو اي، واغلب التحديثات بتبقى شويه فيتشرز موجوده في واجهه موبايلات جوجل بيكسل او واجهات الشركات التانية زي الوان يو اي والمي يو اي، وبتضيفهم هي في النسخه العامه للاندرويد اللي بتوصل لكل الموبايلات. بس تفتكروا اندرويد 15 هيبقى نفس الكلام؟ انا مصطفى يسري من عرب هاردوير، وهقول لكم النهارده كل التحديثات الجديده في ابديت اندرويد 15. اول حاجه واكتر حاجه عجبتني في الابديت الجديد هو انك بقى ممكن تستخدم كاميرا الموبايل بتاعتك كويب كام للكمبيوتر بتاعك. الموضوع ده بيحصل من غير اي برامج ولا اي حاجه، كل اللي بتعمله انك بتوصل الموبايل بالكمبيوتر بوصله يو اس بي، وتختار انك هتشغل الكاميرا من النوتيفيكيشن اللي بتختار منها انت عايز تعمل ايه لما توصل اليو اس بي في الكمبيوتر. الكاميرا بعد كده بتشتغل وتقدر بقى تتحكم في اللي انت عايزه. الميزه دي نزلت في اندرويد 14 في التحديث الربع السنوي اول لكام موبايل بيكسل، والمفروض انها تنزل دلوقتي لكل الموبايلات، خصوصا ان جوجل اضافت اوبشن جديد يخليك تتحكم في جوده الصوره لو عاوز الفيديو يبقى اتش دي. تقولي طب ما هي مش ظاهره. بص، هي كانت موجوده في نسخه المطورين الثانيه وجوجل شالتها في البيتا، وده طبيعي وبيحصل كل سنه، وغالبا هترجع في النسخ اللي جايه او النسخه النهائيه. اندرويد 15 برضو المفروض هيبقى اول نسخه اندرويد تدعم الاتصال المباشر بالاقمار الصناعيه، زي ما ابل دعمت كده الموضوع في iOS 16، ومن اول الايفون 14 بقى متاح عادي في موبايلات الشركه. طبعا احنا ما قدرناش نجرب الموضوع ده ومحدش قدر يجربه، لان مفيش موبايلات اندرويد فيها الهاردوير اللي يسمح بحاجه زي كده، وكل اللي نعرفه انه هيدعم انك تتواصل مع الطوارئ او تبعت وتستقبل اس ام اس او ار سي اس لو انت في مكان ما فيهوش شبكه. بس يعني هي خطوه كويسه من جوجل، وخلونا نشوف الموضوع هيبقى موجود امتى في الموبايلات الاندرويد. لما المساحه التخزينيه للموبايل بتتملي، انت بيبقى قدامك حل من اتنين: يا تخش على الصور والفيديوهات وتمسح الحاجات اللي ملهاش لازمه او متكرره، او تخش على التطبيقات وتمسح اللي ما بتستخدمهوش. والطريقه الثانيه دي عيبها انك لو مسحت تطبيق وجيت بعد كده تنزله، غالبا الداتا بتاعتك هتبقى راحت، عشان مش كل التطبيقات بتحتفظ بنسخه من الداتا بتاعتك على السيرفر بتاعها. جوجل بقى علشان تحل الموضوع ده ضافت ميزه جديده في اندرويد 15 اسمها ارشفه التطبيقات، بتحطها في الارشيف يعني بالظبط زي اللي في اي او اس. لما تخش على الاعدادات بتاعه اي تطبيق هتلاقي الزرار ده ظهر فوق كده، لما تدوس عليه هيمسح تقريبا 60% من المساحه اللي واخدها التطبيق من الموبايل. بص، هو غالبا بيمسح كل حاجه وبيسيب بس الداتا بتاعتك، صور بقى، ملفات، البروجريس بتاعك في لعبه وكده. الايكون هتفضل ظاهره في قائمه التطبيقات، بس هيبقى عليها علامه السحابه او الكلاود، لان ده مش تطبيق مثبت على موبايلك دلوقتي. لما تدوس عليه هيوديك على البلاي ستور عشان تحمل التطبيق تاني وتستخدمه وكانك ما مسحتوش قبل كده. بس عشان الموضوع ده يتم لازم المطورين يدعموه في الاول في تطبيقاتهم، فالموضوع ده ممكن ياخد شويه وقت على ما يبقى موجود في كل التطبيقات. جوجل ضافت كمان كام حاجه حلوه في اعدادات النظام، يعني لما يجيلك نوتيفيكيشنز كتير ورا بعض ممكن تخلي الموبايل يقلل صوت النوتيفيكيشنز لما تتكرر عشان يقلل الدوشه. الموضوع ده ممكن تخليه للشات او للاشعارات عموما. انا شخصيا افعلها عشان لو حد ضافني في جروب جديد للموبايل ما يقعدش يعمل دوشه لحد ما اقفله واخرج من الجروب واعمل ريبورت يعني. لو انت بتستخدم محافظ الكترونيه وما اقصدش اللي بتحول لها فلوس زي محافظ البنوك ومحافظ اللي هي شركات الاتصالات وكده، لا، اللي هي بتحط فيها كروت البنك بتاعك عشان تدفع بالان اف سي، فخليني اقول لك ان بقى ممكن دلوقتي تخلي محفظه تانية غير جوجل والت تبقى المحفظه الافتراضيه في الموبايل. انت ممكن تشوف الموضوع ده غريب شويه، خصوصا ان هم 4-5 دول عربيه اللي فيهم محافظ الكترونيه اصلا، وتقريبا مفيش غير الامارات اللي فيها كل المحافظ شغاله. بس يعني دي حركه جوجل عاملاها عشان قضايا الاحتكار اللي نازله ترف عليه. لو انت لاقط واي فاي من اي شبكه في البيت او بره، ممكن تخفي اسم الموبايل. عشان اكون صريح معاك، هي خطوه اضافيه تحمي لك الموبايل لو انت لاقط من بابليك نتورك زي اللي بيكون في المولات او المطارات، بس يعني مش هي دي اللي هتحمي. ومن الحاجات برضو اللي فيها حمايه هو ان التطبيقات التانية مش هتقدر تشوف الاو تي بي اللي بيتبعت لك لما تيجي تشتري حاجه اونلاين او تفعل تطبيق تاني. حمايه يعني للرسائل بتاعتك، عشان لو في تطبيق خبيث ولا حاجه على الموبايل ما يبقاش واصل لكل حاجه. الاو تي بي مش هيوصل له اي ابلكيشن غير ابلكيشن الرسائل اللي انت بتقرا عليه الاو تي بي ده. والبلوتوث برضو جاله كام حاجه. زرار البلوتوث في الاختصارات السريعه بقى بيفتح قائمه ممكن تشوف فيها الاجهزه المتصله وتربط موبايلك او تفصله بيها. انا عارف انها موجوده يمكن في كل الواجهات اللي موجوده في السوق، بس زي ما قلت لك في الاول الحلقه، جوجل بتعتمد على انها تضيف حاجات موجوده في واجهات تانية في النسخه العامه للاندرويد، فانت مش هتحتاج تاخدها من اليو اي بتاع الشركه بتاعه الموبايل، لا انت واخدها مع السوفت وير البيزك نفسه، فدي بتكون حاجه افضل. طبعا كمان الاوبشن بتاع انك توصل موبايلك باكتر من سماعه في نفس الوقت برضو بقى موجود. وبس كده، دي كانت كل الحاجات الجديده في النسخه التجريبيه الاولى لاندرويد 15. في كلام ان جوجل شغاله على شويه حاجات تانية مش هتعلن عنها غير في الجوجل اي او، فاستنوا حلقه تانية لما الحاجات دي تنزل وفوتوني بعض.